مساء أيها الأعزاء، ما بدأنا في الحديث عن هذه المباراة قبل نشيد الأهلاوي. الأهلي يحاول الوقوف على المربع الأول مع اقتراب الأمتار الأخيرة من سباق الدوري، سعيا للتواجد بين فرق القمة. هنا قمة في رمضان لا يمكن تفويتها، الهلال والأهلي قمة رمضانية يشعلها مطاردة الصدارة، وتاريخ تحديات الفريقين تزيدها إثارة. مواجهة كبيرة تأتي مع أول ليلة رمضانية. استغل هذه المناسبة المباركة لتقديم التهنئة لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين والسمو ولي عهد الأمير وللشعب. مالكم يتحرك الآن للتنفيذ، والكل يتقدم للأمام، يلعب كرة إلى كايو، والسقوط لكايو، وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة، محاولة المرور مع الكرات الماضية. الكرة متعب الحربي، لكن كرة متعب الحربي مقطوعة. متعب الماضية طبعا حتى الآن لم تمتلئ المدرجات بالكامل، لكن من المتوقع أن يزداد الحضور الجماهيري مع مرور الوقت كما نعلم. طبعا منتصف الملعب على الجهة اليمين إلى كايو سيزر. بين الهلال والأهلي التقوا في دوريات مختلفة. هنا كرة للنادي الأهلي، الضغط من إيبانيز يلعب كرة براسه. النادي الأهلي عن طريق كالينو إلى سعد بن عبيد، وعرضية كوليبالي كانسيلو، متعب الحربي، روبن نيفيز، سامي وأنتم بخير. المباراة تنطلق، المباراة كما روبن نيفيز يلعب كرة عند الدقيقة 10 إلى راس، حصل على كرة. التراجع الأهلاوي في ال10 دقائق الأولى من المباراة، والكرة يتدخل معها سعد بن عبيد، أبعدها إلى خارج أرضية الملعب. تحولت الكرة إلى ركلة ركنية في اللقطة الماضية. أمامك الصورة للتقدم، لعب من جانب الهلال في الجهة اليسار، سالم مع الكرة الخلفي، الكرة لسالم الدوسري، انطلاقة في الجهة اليسار إلى متعب الحربي، عادت مرة أخرى باتجاه البليهني. في القمة الماضية أجبرته على النهوض في المباراة الماضية من أمام الخلود بخماسية كبيرة. أيضا على الجانب الآخر كالينو في منطقة الجزاء، والعرضية من جانب إيبانيز الأمام. رياض محرز يأخذ كرة، العرضية باتجاه إيفان توني، الكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب، وفرصة تضيع على الأهلي. الكرة انكشف فيها مرمى الهلال من أمام إيفان توني، في كرة ارتد فيها. يعود دائما في الوقت المناسب يا كيسيه. الكرة أسود هنا، أسودي جدا، الكرة ملعوبة لصالح الهلال باتجاه كايو، لكن في كرة فيها صافرة ومخالفة، ركلة حرة مباشرة. الكرة الثابتة على الجهة من صلابة الدفاع الإيطالي إلى جانب يوفنتوس. الهلال بونو الذي تلقى في الموسم الماضي بالدوري. اللعبة الطويلة في الأمام، منسل يمررها إلى كايو بعرضية، لكن يمين المباراة في المسطح الأخضر يا كايو، والكرة كانت بعثها برسالة تقديم لجمهور الهلال في لقاء الخلود. كايو حاول في كرة كايو، لكن فيها لسالم، العرضية في منطقة الجزاء إلى مالكوم، لكن الكرة كانت أسرع من مالكوم، مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى تصل في صالح النادي الأهلي، اللي مرت من أمام الكرة لخارج أرضية الملعب. عند كانسيلو يلعب كرة عرضية وكرة بالراس، لكنها مرت إلى هناك إلى ركلة ركنية جديدة للهلال. الهلال يتحصل على مزيد من الركلات الركنية. سالم الدوسري يذهب لتنفيذ، وصلت على الجهة اليمين إلى كايو، وكايو في محاولة لك. روبن نيفيز يلعب كرة في وسط الملعب بالأمام، واصلة في صالح الهلال في الجهة اليمين، وصلت لكايو لتصل الكرة في الجهة اليمين. المحاولة والكرة فيها السقوط والصافرة والاشتراكات والاشتباكات القوية لكايو. كايو يلعب كرة في الجهة اليمين، لكن الكرة فيها أو دور روبن نيفيز. ما الذي دار في بالك؟ وسافيتش الكرة مقطوعة من أمامه، يعطيها لليوناردو في منطقة الجزاء، وصافرة الآن في منطقة الجزاء، والبطاقة الصفراء على ليوناردو حكم المباراة. تصل إلى جالينو، مرت الكرة إلى فيجا يصلها لسالم لتصل في صالح النادي الأهلي. انطلاقة، الله على مجرشي بهذه الانطلاقة، مجرشي يكسب فيها، مخالفة، كرة ثابتة، ركلة حرة مباشرة. مجرشي دوسري، سالم يلعب كرة في الجهة اليسار، وصلت الكرة لمتعب، والمحاولة من متعب مرت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية بعرضية. الكرة مقطوعة، المحاولة لمالكوم والتسديدة من مالكوم، لكن نجح دفاع الأهلي من إبعادها لتمر الكرة بهذا النحو إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية جانبية. الحكم يتحدث مع حكام الفيديو. انطلاقة الآن واصلة من متعب، الكرة وصلت إلى اليونان، 50 نقطة خلف الاتحاد المتصدر ب5 بكايو. التقدم للأمام، كايو مع كرة، أرسل بالإنجليزية، الكرة اللعب إلى الأمام باتجاه إيفان توني، ومحرز فاز 4 مرات بشعار السيتي، وتعادل مرة. هذه الإثارة هنا في كينغدوم أرينا، في الاتجاه الأيمن، سيطر على الكرة من كايو، نجح في إبعادها. مالكوم يلعب كرة بعد ذلك الرأسية عن الهدف، وعبر رياض محرز اللي أرسل كرة للنادي الأهلي، ملعوبة من محرز، والكرة بالراس،
وصلت براسية لصالح الفريق الأهلاوي وصافرة مخالفة، ركلة حرة مباشرة. نعم قد تكون أبعد من الكرة الثابتة اللي حصل عليها الهلال في الدقائق العشر الأولى من زمن يجري من جديد من جانب فيجا مرت الكل الهلال، لعبت الى ليوناردو لكن ايبانيز تدخل. دقائق متبقيه على الوقت الاصلي من زمنه، على اخطر كرات شوط المباراه الاول على الاطلاق. في الكره الماضيه سافيتش يلعبها لمنطقه اللعبات للهلال لسالم ومندي المتواجدين في الاستديو التحليلي بإسسي. هذه كره عرضيه الاهلاويه الباحثه عن الهدف في شوط المباراه الاول، لكنه الهدف يغيب حتى الان في لحظات شوط المباراه الاول. الجهه اليمين تقدم كيسيه والكره وبعيدان لتصل رميه جانبيه في الجهه اليمين في صالح النادي الاهلي. منفذ رميه الجانب في منتصف الملعب تعود باتجاه مالكوم، لكن فرانك كيسيه يلعب كره في الجهه اليمنى، يتنفس الصعداء ويلتقط انفاسه بعد الهلال. نيفيز يلعب كره لمنطقه الجزاء، الله ليوناردو كرة الى خارج ارضيه الملعب. ليوناردو بني مالكوم سريعا لسافيتش بتسديده امام ايبانيز، يزهر كالاسود، يزهر كما يزهر جمهور الاهلي. ابعد الكرة الماضيه، انقذ مرمى الاهلي. اليسار وصلت الكرة للاهلي عند سحب، لم تصل كما ارادها سالم باتجاه ليوناردو. انطلق بالكرة للامام يلعبها على الجهة اليمين لكن على الجهة اليسار. ايفان توني في محاولة، الله إيفان توني. كل الانتفاضة الأخيرة والأرقام التي صنعها جاءت من أجل هذه الليلة ومن أجل هذا الموعد في القمة. اختار أن يكون سعير مسموع في هذا المشهد. الأسود لا تتربع إلا على القمم. يا إيفان يا توني، الأهلي لم يأتي ضيفا في كينغدوم أرينا، جاء هنا حاملا في قلبه دينا لا ينسى من مباراة الذهاب. جاء محاربا لا يعرف الاستسلام، مقاتلا باحثا عن ثأر بروح جماهيره التي ترتفع أصواتهم كأنهم جزء من معركة كينغدوم أرينا، احتفالية بهدف يتمكن من تسجيله. إيفان توني يمرر الكرة طويلة في الأمام والمحاولة مقطوعة من ياسين بونو. كايو ينطلق في الأمام. الأهلي دائما ينجح الضبط، وكذلك مباراة للعروبة من أمام النصر في الجو. يأخذ كرة من كيسيه وكرة بعرض الملعب وكرة في الشباك. الأهلي يسجل ثاني أهدافه في المباراة، النتيجة 2-0. كالينو يلعب كرة لإيفان توني والأهلي يسجل الهدف الثاني عن طريق إيفان توني الذي يضبط ساعة حضوره على موعد القمة. الكبار يعرفون متى وكيف الوصول، لا يضيعون في طريق القمم. هكذا هو إيفان توني الذي يتلقى كرة عن طريق كالينو. شوف التحرك من كالينو في الكرة الماضية، ثم الكرة وصلت إلى إيفان توني اللي سجل الهدف الثاني. المباراة تكتب هذه المرة بصوت الأهلي. الأسود تزهر في كينغدوم أرينا وصوتها يملأ الرياض، صوت لا يهدأ وهو